أغرتك امرأة بجمالها فاسمع رعاك الله. عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم للمسجد، كان حسن الوجه طويل الصمت، فنظرت إليه امرأة ذات حسن وجمال فشغفت به وطال ذلك عليها. فلما كان ذات يوم وقفت له على طريق وهو يريد المسجد، فقالت له: اسمع مني كلمة أكلمك بها ثم افعل ما شئت. فمضى ولم يكلمها. ثم وقفت له بعد ذلك على طريق وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى، اسمع مني كلمات أكلمك بهن. قال: فأطرق مليا وقال لها: هذا موقف تهمة، وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك، وجملة ما أكلمك به أن جوارحي مشغولة بك، فالله الله في أمري، الله في أمري وأمرك. قال: فمضى الشاب إلى منزله فأراد أن يصلي فلم يستطع، أراد أن يصلي فلم يعقل الصلاة، فأخذ قرطاسا وكتب كتابا وخرج من منزله، فإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. فكان في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة إن الله تبارك وتعالى إذا عصاه العبد المسلم ستره، فإذا عاد العبد في المعصية ستره، فإذا لبس ملابسها أي أصر عليها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن يطيق غضبه؟ وإني أذكرك يوما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتجثو الأمم بصولة الجبار العظيم، فإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكيف بإصلاح غيري؟ فإن كنت مريضة فإني أدلك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المومضة، ذلك رب العالمين، فاقصديه على صدق المسألة، فإني والله عنك مشغول بقوله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآخرة. فإني والله عنك مشغول بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ إني مشغول عنك بقوله تعالى: إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم جاءت بعد أيام فوقفت على طريقه، فلما رآها أراد الرجوع إلى منزله لئلا يراها، فقالت له: يا فتى لا ترجع، فلا كان الملتقى بعد هذا إلا بين يدي الله عز وجل. وبكت بكاء شديدا، ثم قالت له: أوصني بوصية أعمل بها. فقال لها الفتى: أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، واحفظي نفسك واذكري قول الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال: فأطرقت فبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول، فلزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل كذلك حتى ماتت. فكان الفتى يذكرها بعد ذلك ويبكي رحمة وشفقة بها. سمعت يا رفيق الدرب، سمعتني، لا غرتهم دنيا ولا فتنتهم امرأة بجمالها، وهي سمعت الموعظة وانتفعت بكلام ربها. إن الثبات أمام الفتن والابتلاءات والإغراءات دليل على صدق الإيمان والإخلاص في المعتقد، وإن الأرواح إذا سمت وتعلقت بالله فالأجساد تتحمل كل أصناف العذاب، لذلك تربية الأرواح أهم من تربية الأجساد. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستقبل فضائلها فإنك